هذا الفيديو لكل بنت راهي مقبله على خطوه الحجاب وراهي شويه متردده ولا في نفس الوقت راهي جديده في عالم المحجبات. انا اكرام عندي عام ملي درت الحجاب وجيت نشارككم اهم النصائح اللي تعلمتهم في عامي الاول. بصح قبل ما نبداو، الى هذه اول مره تشوفوني، انا اكرام صانعه محتوى تعليمي ومعلوماتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وراني جيت جديده عندكم في اليوتيوب. ثم ما تنسوش تخليوا لي لايك ومتابعه باش تكبر العائله تاعنا اكبر واكبر. قبل عام بالضبط قررت اني ندير الحجاب، واللي كانت تعتبر اكبر خطوه درتها في حياتي وانا في عمري 21 سنه، وما كانش على بالي راح يكونوا كاين بزاف هاد التغييرات لهاد الدرجه في حياتي. والنصيحه الاولى مني لكم هي انه قبل ما ديروا هاد الخطوه لازم تكونوا مقتنعين قناعه شديده وكبيره جدا باللي حياتكم قبل الحجاب وحياتكم بعد الحجاب ماش حتكون كامل كيف، وباللي الحاجه اللي راح ديروها راح تفيدكم نتوما وما راح تضركم وراح تزيدكم جمال بعد جمال. وصف باش نوصف لكم هذه القناعه اللي راني نحكي لكم عليها هي انكم تتحمسوا لخطوه الحجاب، وماشي ديروه نتوما خايفين ولا كارهين ولا مقلقين منه، وبالعكس حسوا بهذاك الشعور تاع الحماس والفرحه انكم راح تدخلوا مرحله جديده من حياتكم اللي راح تتبدل وراح توليوا مجتمع المتحجبات. النصيحه الثانيه اللي لازم نمدها لكم مور النصيحه الاولى هي انه ما لازم تسمعوا لراي حتى واحد وما تتبعوا حتى واحد، سواء هذوك اللي يقول لكم مازالكم صغار ما ديروش ولا هذوك اللي يقول لكم ديروه راح الحال عليكم. على بالنا كامل بلي الحجاب فرض وواجب وربي قالنا كامل لازم نديروه، نكونوا حنا مقتنعين، ماشي نديروه لانهم سيفوه علينا ولا ما نديروش لانهم قالوا لنا ما ديروش وبعدها نندموا ولا نحسوا نحيوه كيما رانا نشوفوا بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي راهو يدور هذا الوقت. الثانيه اللي لازم تعرفيها انه في كل مره تخرجي بالحجاب راح تكوني في عباده، وكل ما احسنتي اداء هذه العباده راح يزيدوا الحسنات تاعك، معناتها راح تكوني خير من بزاف ناس في هذه الدنيا، وهذه حاجه عطاها لنا ربي حنا البنات خاصه لينا برك. الحاجه الثالثه لازم تعرفي انه الحجاب ماشي قطعه خمار نزيدها فوق راسي باش نغطي غير شعري، وانما هو نمط حياه، هو ستايل، وهو طريقه للتعايش وحياه جديده اللي نقدروا نقولوا عليها بهذه الطريقه، لانه كمحجبات راح نكونوا كصوره للديانه تاعنا اللي هي الاسلام، وهذه الصوره تنعكس في الاخلاق في التعامل وفي طريقه اللبس ايضا. هنا نلحقوا للنصيحه الرابعه، ماشي لازم كي تبداي الحجاب تاعك تبداي بخزانه معمره اللي تكون فيها كامل ستايلات اللي راكي حبتهم، لانه انا راني معاكم مور عام بعد الحجاب مازال ما لقيتش اللي نقول عليه هذا هو ستايل تاعي، ومازالني كل مره نجرب ونحوس حاجه جديده. والنصيحه الخامسه تاع نهار اليوم هي انه ابداي بالاساسيات. انا مثلا كيفاش بديت الحجاب تاعي؟ بديت خمار ابيض، خمار اسود، كاغول بيضاء، كاغول سوداء، وسواعد بيضاء وسواعد سوداء. هذو القطع الاساسيه اللي لازم يكونوا عند كل بنت راح تتحجب. وبعدها بديت بزوج روبات، الروبه الخضراء اللي درت لكم بها الاعلان تاع الحجاب اللي كامل شفتوها، هذيك لانه انا دائما كنت نتخيل روحي اني ندير لكم الاعلان تاع الحجاب في جاردن دي سي ولابسه حاجه خضراء، فنهار رحت نشري صبت هذيك الروبه كيما كنت متخيلتها تماما. وفي نفس الوقت شريت روبه واحده اخرى اللي كانت اكثر عمليه باش نقدر نتحرك بها حتى نبدا نعمر الخزانه تاعي حبه بحبه ونلقى الستايل تاعي الحقيقي. ودوكا اهم نصيحه في خصوص اللبس والستايل، لازم ما تخافوش وتجربوا كل انواع ستايلات اللي تعجبكم. تحبي تلبسي سروال البسي سروال، تحبي تلبسي حجاب جربي حجاب، تحبي تلبسي روبه جربي روبه، تحبي تلبسي جوب جربي جوب. سيي كاع ستايلات وشوفي اللي يخرج عليك واللي انتي كي تخرجي لبرا تحسي روحك راكي اليس فيه وتقدري تمشي به وما تتقلقيش وما تقوليش بلي هذا ماشي حجاب، هذا ما خرجش عليا، راني نحس روحي بزاف ثقيله وما الى ذلك. انا مثلا كي نسيي سراول نحس روحي ماشي اليز قد ما نكون اليز بالروبات اللي نضل نلبسهم، فهكذا راح تاخدي اول خطوه ليك لايجاد ستايل الحقيقي تاعك. ونعاود نفكركم باللي ستايلكم الحقيقي تاع الحجاب ماكوش حتلقاوه من اول مره، وانما راح تسيو عده مرات وبالك سنوات، لانه انا جاز عليا عام ومازال ما لقيتش ستايل الحقيقي تاعي. والنصيحه اللي بعدها تخص الخمارات، نصحكم انكم تجربوا كل انواع اللفات، ما تخافوا حتى لفه، وكل انواع الاقمشه تاع الخمارات، هذا الخمار التركي، هذاك الخمار الشفاف، اي نوع تاع الخمارات تلقاوها في المارشي اشريوه وجربوه لانكم ماكو خاسرين والو، وفي نفس الوقت راكم تعمروا الخزانه تاعكم بالاشياء الجديده والملابس الجديده. وهذه اللي نشوفها افضل حاجه في الحجاب، لانكم راح تعاودوا ديروا شوبينغ من الاول وتعاودوا تعمروا خزانتكم من الاول. فمثلا انا مور عام حجاب راني نحس بلي هذا النوع تاع الخمارات هو افضل خمار اللي لبستو، لانه نحسه خفيف ويوالم الشكل تاع وجهي. بصح الناس القراب ليا واللي يعرفوني دائما يقولوا لي بلي لفه تركيه هي اللي تجيني افضل حاجه في وجهي، وهكذا نقعدوا نجربوا من نوع لنوع حتى نلقاو الحاجه اللي تناسبنا. اوكي، حاجه واحده اخرى راح تعاونكم بالبزاف
بالبزاف الا كنتو جديد في الحجاب ولا راح تديو خطوه الحجاب، هي انكم تروحوا البانتوغاست وتدوروا وتحوسوا على ستايلات المحجبات. كي تشوفوا ستايلات كثيره راح تشوفوا بزاف الافكار، وكي تخرجوا تسيو تلقاو هذوك الافكار في الواقع. وباش ما نحطمكمش، ماشي واش تشوفوا في الانترنت راح تلقاوها في المارشيات ولا في الحوانت ولا حتى في صفحات في الجزائر، لانه مع الاسف ما كاش هذيك السلعه اللي نتخيلوها تاع بانتوغاست تلقاوها في الواقع. بصح راح تلقاو الحاجه اللي توالمكم واللي كي تلبسوها تحسوا روحكم شابين. حاجه واحده اخرى نزيدها لكم واللي بزاف عجبتني في حياه البنات المحجبات، هي انه كي ديري حجاب راح يوليو عندك تو فايبس. راح يولي عندك الفايب تاع البنت المحجبه برا بالستيل تاع الحجاب تاعك، الخمار، اللفات، الاشياء ومنه. راح يكون عندك الفايب تاع البنت اللي ماشي محجبه في داركم. مثلا الحاجه هذه انا فقت لها في العيد الصغير. في العيد الصغير دائما راح تلقاو روحكم تشريو حاجه تاع محجبات اللي تعيدوا بها ومنه وراهي تراندو هكاك، وفي نفس الوقت راح ديروا كامل تجهيزات وكامل الاشياء اللي يديروهم البنات اللي ماشي محجبات. مثلا تجبدوا شعركم، ديروا العنايه، ديروا ليماش، تسبغوا شعركم، ديروا كاع هذوك الاشياء وزيدوا تشريو ملابس تقدروا تلبسوهم في الدار تاع بنات ماشي محجبات. وهكذا راح يكونوا عندكم تو فايبس، راح ديروا شوبينغ بالدوبل. حاجه واحده اخرى اللي نشوفها شخصيا بزاف مهمه في اتخاذ خطوات الحجاب، اللي هي صديقاتك المحجبات اللي راح تهبليهم وراح تسحقيهم بالبزاف. وما تحشميش انك تطلبي المساعده منهم، لانهم يعرفوا حاجه انت مازال ما تعرفيهاش ومازال ما تعلمتي عليها والو. انا شخصيا كي درت الحجاب صحاباتي هما اللي كانوا يبعثوا لي كيفاش يديروا اللفات، مين يشريو حوايج، وشنو هما الصفحات اللي يصلحوا. وهاد الحاجه بزاف عاونتني وبزاف فرحتني، لانه تحسوا بلي الناس راهم محيطين بكم، راهم they care about you وراهم يعاونوكم باش ديروا حاجه مليحه ليكم في الدنيا وفي الاخره. تما ركزوا لي على النقطه تاع الصديقات تاعكم المحجبات باسكو راح تحققوهم بالبزاف. اخيرا اظن انه هذه راح تكون اخر نصيحه، لانه الفيديو ما وجدتلوش كامل، قعدت وجيت ندير لكم قصره من القلب الى القلب. بصح نظن انه هذه اخر نصيحه، اللي هي ما لازمش تشوفي الحجاب على انه عائق، ما لازمش تشوفي الحجاب على انه حاجه اللي راح تمنعك من ممارسه حاجه تحبيها. فمثلا انا دائما يلحقوني تعليقات يقولوا لي اكرام انت تقراي اركيتكتور وحنا حابين نقراو هذا المجال بصح حنا محجبين، اسكو نقدروا نقراوه؟ في رايي انه الحجاب عمره ما كان عائق وعمره ما راح يكون عائق باش ديري هذيك الحاجه، خاصه وانه حنا رانا عايشين في بلد مسلم، بلد للمراه المسلمه فيه مكرمه. تما وين راح تروحي تخدمي كيما تروحي تخدمي، ومن الافضل ديجا انك تكوني محجبه. معناتها ما تشوفيش خطوه الحجاب انها عائق، ما تقوليش اني ما نديرش الحجاب لانه مثلا انا راني حابه نولي اركيتكت وباش كي يكون بالحجاب الحجاب يقلقني ويدونجيني، لانه بالعكس تماما. وانا شخصيا بعد مرور عام من هذه الخطوه ولا مره شفتو انه كان عائق ولا قلقني في قرايتي ولا قلقني في خدمتي ولا قلقني في صناعه المحتوى، وبالعكس زاد عاوني كتر كي ديروا الحجاب بزاف عفايس في حياتكم راح يتيسروا يوليو اسهل واسهل. معناتها سيدتي الجميله اصدمي بلا ما تخافي، لانه ديري مليح في بالك انه كي تروحي خطوه نحو حاجه قالها لك ربي راح يعاونك اكثر واكثر وراح ييسر لك طريقك بطريقه ما كنتيش كامل تتخيليها. قبل ما نختم هذا الفيديو الجميل حبيت نقول لك افتخري كونك بنت محجبه او بنت مقبله على هذه الخطوه، لانك راكي بزاف مميزه في مجتمع كثرت فيه البنات اللي ينحيوا الحجاب، البنات اللي ما يديروش الحجاب ولا اللي يقولوا عليه انه خطوه راح تظلم البنت، وانت كانت عندك الشجاعه والجرأه انك تاخذي هذه الخطوه، لانه على بالك باللي هذه اصح خطوه ليك في الدنيا وفي الاخره. دوكا الا كنتي بنت محجبه وراكي تشوفي في هذا الفيديو، خلي نصيحه في التعليقات اللي عاوناتك انت باش ديري الحجاب، وبالك تكوني سبب باش وحده من البنات اللي راهم يقراو في التعليقات يديروا الحجاب ايضا. ودوكا كي العاده والعوايد ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.